السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا انجينيرنج ساينس. بتحب مجال العربيات؟ اشترك في القناة وفعل الجرس. عندك المشكلة دي في عربيتك، يبقى ده حلها: ترس أو نجمة قطمة الدركسيون، خصوصا في عربيات الكيا السول 2010 والسول الجديدة، الكيا سيراتو 2010، هيونداي الانترا الاتش دي. زي ما احنا شايفين كده، الترس الجديد على الشمال والترس المهترئ القديم على اليمين متاكل تماما. العدة اللي هنستخدمها: مفك عادة، مفتاح 12 عادة مشرشر، تروكس الان كي تي 25، لقمة 12 مع وصلة طويلة 12 مع يد سيستم للفك والرباط. دي التولز او العدد اللي احنا هنستخدمها معانا في الشغل بتاعنا. العربية اللي موجودة معانا كيا سول 2010. طبعا احنا فكينا الكفر اللي فوق اللي تحت اللي خاص بفيش الاعطال اللي هو تحت القطمة على طول، فكينا الكفر برضو اللي تحت دريكسيون، ونبدأ نفك معانا زي ما احنا شايفين كده مسمارين القطمة اللي فوق دولت سواميل 12، ونفك المسامير اللي تحت برضو اللي مربوطين على الشاسيه عشان احرر قطم الدركسيون معايا، فتديني مجال ان انا اقدر افك الموتور بالكامل. وطبعا قبل ما نفك الفيش احنا بنفك كابلات البطارية. تمام. زي ما ذكرنا دي عربية كيا سول موديل 2010، الديزاين اللي موجود معانا مفيش اختلافات كبيرة عن السيارات ال 2010 بالنسبة للموتور الباور او الاتش دي، ولكن ساعات بيبقى فيه اختلافات بسيطة كده، ولكن الكونسيبت واحد يعني. بفك المسامير والصواميل بتاع القطمة بلقمة 12. بفك كمان اللوكات بتاعة الفيش بتاع الكنترول بتاع المحرك او الموتور الكهربي. كده القطمة نزلت معايا، فادتني مجال ان اقدر اشتغل بسهولة. في اجزاء كنا فاكينها قبل ما نصور الفيديو، ولكن اختصار الفيديو هتشوفوها معانا في التقفيل ان شاء الله. اجيب الالانكيه وافك المسامير بتاع الكنترول زي ما احنا شايفين. طبعا مش محتاج ان انا اخد القطمه بره العربيه ولا فوق القطمه اصلا، يعني انا بس بسندها وخلاص. فكيت البراكت عشان يخرج لي المسمار التاني اللي قافل على الكنترول زي ما احنا شايفين كده في الصوره. طبعا هو في الكنترول في حساس ليه، هتلاقي فيه سلكين، فانا اخلي بالي جدا عشان ما يتقطعش زي ما احنا شايفين كده. طب هنيجي نبص جوه، ادي الترس القديم طبعا بنطلعه متهالك وخلصان خالص، فطبعا بيعمل معانا صوت التخبيط اللي احنا سمعناه في اول فيديو، فغيره بواحد جديد زي ما احنا شايفين كده. ولكن قبل ما اغيره انا لازم انضف مكانه كويس جدا. طبعا متآكل جدا وخلصان يعني زي ما بيقولوا، فبيعمل معانا صوت الدربجه والتخبيط، سواء وانت ماشي او انت مع طرق مكسره او طرق عدله، او لو انت بتلف الدركسيون يمين وشمال كده هزه بسيطه. ابدا انضف بالهواء كويس جدا مكانه، واجيب فرشه وانضف. طبعا في المكان ده يا جماعه مش بنحط شحم او بنستخدم اي مواد زيتيه، احنا بس بننضف كويس عشان نضمن ان هو بايت في المكان الصحيح.
بقيته مكانه وقفلت. طبعا اتاكدت ان هو متنضف كويس جدا. ابدا اقفل عكس الفك طبعا زي ما احنا شايفين كده. لو حاجه مش بايته معانا كويس بلاش اخليها على راسي، برجع افك تاني واخليهم اضاهي المسامير على بعضها. انضف الفياش بتاع الكنترول، كنترول باور الاي بي اس او الكترونيك باور ستيرنج. طبعا مساميره كنترول ومسامير الموتور كلها بالالانكيه تروكس زي ما احنا شايفين كده. طبعا لما بجمع مسامير وبعد كده بشد عليهم، طبعا بكون حساس جدا في الرباط. ابدا اجمع القطمه زي ما انا فكيت بكل بساطه. اقفل مسامير التلسكوبيك اللي فوق، اظبط الصواميل بتاعتي عليها. بعد كده انزل تحت المسامير اللي هي خاصه بالقطمه اللي تحت، اجمع عليها واشدها. الموضوع ما هو الا انك تكون مركز وفي نفس الوقت تشتغل بحساسيه عشان ما تكسرش اي فيش من الفيش اللي احنا شايفينها معانا دي، وما تكسرش اي فبر. ابدا اشد على المسامير بتاعتي عشان ما يحصلش تخبيط فيها بعد ما اقفل. واجمع اشد بقى على مسامير الموتور نفسه. ابدا اركب فبرة الدركسيون زي ما احنا شايفين كده في الصورة معانا. تركب بكل بساطة، بتنكبس مع بعض زائد المسمار بتاعها اللي تحت بقفله بنفك صليب. ابدا اقفل الفبرة اللي تحت وفش الاعطال منساهاش طبعا، واتاكد ان اي فيشه انا فكيتها قفلتها مكانها ضروري جدا. اوصل البطاريه بتاعتي، طب اتاكد زي ما انتم شايفين كده ان مفيش اصوات بعد ما انا قفلت، والصوت بقى طبيعي جدا، والصوت اللي كنت بسمعه راح، وكل حاجه متقفله في مكانها. ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.